السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي تالتة إعدادي. النهاردة إن شاء الله في الفيديو هنراجع أسئلة الدرس الأول في التاريخ، مصر ما بين المماليك والدولة العثمانية. وإن شاء الله الأسئلة دي تلم لك كل المعلومات اللي موجودة في الدرس. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اختر الإجابة الصحيحة. بدأ الصدام بين المماليك والعثمانيين بعد استيلاء السلطان سليم الأول على طبعا إمارة ذي القادر. أصبحت مصر ولاية عثمانية بعد معركة عام 1517، معركة الريدانية. انتقلت خلافة العالم الإسلامي الدينية 1517 ميلاديا إلى الدولة العثمانية. أصبح الحاكم الفعلي لمصر عام 1768 ميلاديا بعد إعلان استقلاله بها علي بك الكبير. ضمت الطبقة الوسطى من المجتمع المصري أثناء الحكم العثماني، طبعا كانت طبقة كبار التجار. عانت الدولة المملوكية من أزمتها الاقتصادية مع انهيار النشاط، طبعا النشاط التجاري، واحنا طبعا عارفين الأسباب. تراوحت مدة بقاء مين في مصر ما بين سنة إلى 3 سنوات الوالي. تحالف علي بك الكبير مع مين وهو حاكم جنوب الشام أثناء حركته الاستقلالية؟ طبعا تحالف مع ظاهر العمر. بعد فشل حركة علي بك الكبير عادت مصر ولاية عثمانية تحت حكم مين؟ محمد بك أبو الدهب. معركة انتهت بعدها دولة المماليك في مصر عام 1517 ميلادية، معركة الريدانية. نظام طبق في الزراعة بمصر مع ضعف الدولة العثمانية في منتصف القرن ال17 ميلادية، ده نظام الالتزام. مدينة انتقل إليها أمهر الصناع المصريين في العصر العثماني، مدينة الأستانة. بدأ الصدام العثماني في الشرق مع الدولة المملوكية، خطأ مع الدولة الصفوية. تجنب السلطان العثماني سليم الأول الصدام مع الدول الأوروبية، الإجابة صحيحة، لأنه هو طبعا عارف أن الدول الأوروبية كانت متقدمة حضاريا وعسكريا. تعرضت دولة المماليك لتدهور اقتصادي نتيجة اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، صواب، طبعا الإجابة صحيحة. انتهى الصدام بين الدولتين الصفوية والعثمانية بهزيمة السلطان سليم الأول، خطأ، بانتصار سليم الأول. هزمت جيوش طومانباي في معركة مرج دابك، خطأ، في معركة الريدانية. اقتصرت الحياة الفكرية والثقافية بمصر خلال الحكم العثماني بالتطور المستمر، الإجابة خطأ، طبعا اتسمت الحياة الفكرية والثقافية بمصر بالجمود والتخلف، ودي العزلة طبعا اللي عملتها الدولة العثمانية في مصر. أثرت الصناعة في مصر أثناء الحكم العثماني على الصناعات اليدوية البسيطة، الإجابة صواب. من هو؟ هزم الصفويين في معركة جالديران عام 1514 ودخل عاصمتهم تبريز، طبعا هو السلطان سليم الأول. قائد المماليك في معركة الريدانية عام 1517 هو السلطان طومان باي. قائد المماليك في معركة مرج دابك هو السلطان كنسوة الغوري.
انحاز للسلطان العثماني وأدى ذلك إلى فشل حركة علي بك الكبير ومحمد بك أبو الدهب. أكمل. طريق اكتشف عام 1498 فكان سببا في التدهور الاقتصادي لدولة المماليك، هو طريق رأس الرجاء الصالح. إمارة مملوكية استولى عليها السلطان سليم الأول أدت إلى معركة مرج دابك، هي كانت إمارة ذي القادر. دولة قامت في مصر والشام والحجاز وانتهت على يد الدولة العثمانية في يناير 1517، هي الدولة المملوكية. بما تفسر تعرض دولة المماليك لأزمات سياسية أواخر القرن الخمستاشر. لازم نفرق في السؤال هنا ما بين تعرض دولة المماليك لأزمات سياسية وأزمات اقتصادية. هنا دولة المماليك تعرضت لأزمات سياسية بسبب 3 حاجات: اضطراب الأمن، الصراع المستمر بين المماليك، كثرة الفتن والثورات الداخلية. هزيمة الجيوش المملوكية بالشام ومصر أمام الجيش العثماني، أو ممكن يقولك انتصار العثمانيين على المماليك في معركتي مرج دابك والريدانية بسبب عدم الاستقرار الداخلي للمماليك ونزاعهم المستمر على السلطة، والتفوق العسكري للجيش العثماني واستخدام أساليب القتال الحديثة والأسلحة المتطورة. تعرض المماليك لتدهور اقتصادي منذ أواخر القرن الخمستاشر، وده بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح عام 1498 ميلادية. تاني حاجة تحطم الأسطول المملوكي في معركة ديو البحرية عام 1509 ميلادية. بما تفسر اتجاه العثمانيين للاستيلاء على مصر والشام بسبب إدراك السلطان سليم الأول خطورة التوسع والصدام مع دول أوروبا، علشان طبعا احنا عارفين دول أوروبا متفوقة حضاريا وعسكريا على العثمانيين. تاني حاجة رغبة السلطان سليم الأول في إنه يتوسع في ممتلكات الدولة العثمانية في الشرق عن طريق طبعا الاستيلاء على مصر، ولأن مصر كانت تمثل قلب العالم الإسلامي. حمل نظام الحكم العثماني بمصر في ثناياه عوامل ضعفه بسبب قصر مدة حكم الوالي التي تتراوح ما بين 1 و3 سنوات، وزيادة سلطة الديوان والحامية العثمانية. بما تفسر فشل حركة علي بك الكبير الاستقلالية بسبب انحياز نائبه محمد بك أبو الدهب للسلطان العثماني واتفق معاه ضد علي بك الكبير. بما تفسر كساد التجارة الداخلية في مصر إبان الحكم العثماني، وده بسبب تدهور الزراعة والصناعة، افتقاد الأمن، إهمال الطرق البرية والإغارات المتلاحقة لبدو الصحراء عليها. اتسمت الحياة الفكرية والثقافية في مصر بالجمود والتخلف أثناء الحكم العثماني بسبب العزلة التي فرضها العثمانيون على مصر. بما تفسر التدهور الزراعي لمصر في عصر الدولة العثمانية، وده طبعا بسبب المعاناة اللي كان بيعانيها الفلاح. وممكن يجيب لك سؤال نفس السؤال: تدهور أحوال المجتمع الريفي في مصر أثناء الحكم العثماني. الإجابة واحدة، وهي كثرة الضرائب المفروضة على الأراضي الزراعية وتعسف وظلم الملتزمين في جمعها. تاني حاجة إهمال الحكام لتنظيم الري وإقامة السدود وحفر الترع.